حل مشكلة عدم ظهور الوضع الاحترافي في الفيسبوك. طبعا في ناس كلموني انا مش لاقية الوضع الاحترافي. بندخل على زي ما قلت لنا كده، احنا بندخل وبنبدأ نبحث، مش بنلاقي الوضع الاحترافي موجود في المكان اللي هو المفترض ان هو يكون موجود فيه. تمام. طيب دلوقتي احنا هنعمل ثلاث حلول للمشكلة. ايه هما الثلاث حلول؟ اول حاجه انك تدخل على المتجر بلاي وتكتب فيسبوك وتتاكد ان الفيسبوك بتاعك متحدث 100%. يعني تدخل على المتجر بلاي واكتب فيسبوك، لو جات لك كده مكان الفتح يبقى انت كده الفيسبوك بتاعك متحدث لو مكتوب كلمه فتح. طيب لو جه موجود جنب التثبيت ومكتوب تحديث يبقى كده الفيسبوك بتاعك عايز يتحدث، فانت هتبدا تضغط على تحديث، هيبدا يتحدث معاك التطبيق ويبدا يظهر معاك الوضع الاحترافي. دي كان اول مشكله. تمام. طيب المشكله الثانيه حضرتك تبدا تدخل على الفيسبوك بتاعك وتتاكد ان المعلومات دي كلها صحيحه. يعني لو مش كاتب اسمك الصحيح ادخل اعمل اسمك الصحيح، كاتب المدرسه والمكان العمل والمدينه والمحافظه اللي انت قاعد فيها او البلد اللي انت قاعد فيها متغيره، ابدا ادخل اعمل تعديل للمعلومات. يعني هتدخل كده تعمل تعديل التفاصيل العامه، هتضغط عليها. طبعا هتبدا تحط صوره بقى للقناه بتاعتك، تعمل سيره ذاتيه، تحط المدينه اللي انت قاعد فيها، مكان عملك، مكان تعليمك ايه، مكان المنشاه، الحاله الاجتماعيه، تبدا تحط كل الحاجه. يعني تبدا تعمل تعديل للبيانات دي. لو انت كاتب البيانات مش صحيحه وكاتب اسم مش صحيح او صوره مش برضو صحيحه، تمام، هتبدا تعدل على الحاجات دي كلها. تمام كده. تاني خيار، يعني احنا اول حاجه هنبدا نعمل تحديث للفيسبوك، تاني حاجه هنبدا نعمل تعديل لمعلوماتنا اللي هي المعلومات العامه بتاعتنا اللي على الفيسبوك. زي ما قلنا كده، اسمك، صورتك، الصوره بتاعتك، العنوان، العمل، مكان العمل، المدرسه، الحاله الاجتماعيه، تبدا تعمل تعديل للمعلومات بتاعتك. تمام. طيب اخر حاجه بقى، تمام، هنبدا نعملها ونوريكم دلوقتي. يعني انا دلوقتي اهو هضغط على الثلاث نقاط، هدخل مش هلاقي كلمه وضع احترافي. تمام، مفيش كلمه وضع احترافي. انا دلوقتي عملت تحديث للفيسبوك وعملت المعلومات ودخلت برضو ما لقيتش الوضع الاحترافي بتاعي موجود. طب ايه العمل؟ يبقى الحالة الوحيدة اللي هيبدأ يظهر فيها الوضع الاحترافي، وكل الناس واغلب الناس كلموني وقلت لهم اعملوا كده وفعلا عملوا كده، وانا واحد من الناس جربتها في نفسي وعملت كده، فبالفعل اتعاملت معايا بالشكل ده. ايه هي بقى المشكلة الوحيدة اللي هتحل لك المشكلة بتاعت عدم ظهور الوضع الاحترافي زي كده؟ زي ما انتم شايفين كده الفيسبوك ما عنديش فيه وضع احترافي ظاهر. تمام. انك انت بتكون عامل قفل لملفك الشخصي، يعني بتكون قافل ملفك الشخصي، فلازم تفتح ملفك الشخصي. تمام. يعني انا كده هضغط على العرض كما يظهر للاخرين، هتلاقي قام احمد بقفل ملفه الشخصي، يعني انا كده قافل الملف الشخصي. تمام. طيب لو رجعت كده، يعني انا لو جيت كده مكتوب هنا الغاء قفل ملفك الشخصي، يعني انت دلوقتي تدخل تفتح ملفك الشخصي وتشيل القفل. يعني انت قافل ملفك الشخصي، يبقى تدخل تعمل الغاء لقفل ملفك الشخصي، يعني تفتح ملفك الشخصي زي الاول. هنبدا نضغط عليها كده. تمام. هنا بيقول لك لقد قمت بقفل ملفك الشخصي. تمام. هنا هنقول له اعمل لي الغاء القفل، هضغط عليه كده الغاء القفل، يعني افتح لي الملف الشخصي بتاعي، افتح الفيسبوك بتاعه، وهعمل اضغاء وهعمل كده الغاء قفل ملفك الشخصي. اول ما هضغط كده تمام تلقائي على طول هو كده بيقول لك لقد لغيت قفل ملفك الشخصي. تمام. يبقى انا كده قفلت ملف الشخصي. لو انا جيت ضغطت على الثلاث نقاط كده هتلاقي كلمة الوضع الاحترافي ظهرت معايا. يعني عرفت المشكلة في ايه؟ لا اما تحديث التطبيق الفيسبوك، لا اما تعمل تعديل لبياناتك او معلوماتك، لا اما لو قافل الحساب الفيسبوك بتاعك تبدأ تفتح الحساب الفيسبوك بتاعك وتعمل الغاء لقفل الملف الشخصي عشان يبدأ يظهر معاك. فهو بالفعل بدأ يظهر معايا تشغيل الوضع الاحترافي. خلاص كده ظهرت معايا تشغيل الوضع الاحترافي 100%. الطريقة ديت 100% فعالة يا شباب. يعني لو حضرتك عامل قفل لملفك الشخصي ادخل دلوقتي اعمل الغاء قفل
ملف الشخصي. ادخل اعمل الغاء قفل ملف الشخصي وهيبدا يظهر معاك كده. يعني انا لو جيت دخلت كده كما يظهر للاخرين، خلاص كده انا فتحت الملف الشخصي بتاعي. تمام. فلما فتحت الملف الشخصي بتاعي بدا يظهر لي تشغيل الوضع الاحترافي. كده الوضع الاحترافي بدا يظهر معايا زي ما انتم شايفين. طبعا لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وفعل الجرس على الكل. اشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.